السلام عليكم. تعالى ألخص لك جلسة النهاردة في دقيقة واحدة بس. وقبل ما أبدأ عايز أقول لك إن رابط جروب التليجرام تحت في التعليقات. الجروب ده بتابع عليه الجلسة بشكل مستمر أثناء الجلسة. قبل ما أبدأ أشرح لك الجلسة عايز أقول لك إيه اللي حصل باختصار. السوق يوم الأحد فتح على أخبار إيجابية جدا لسهم طلعت مصطفى أدت لصعود السهم حوالي 20%. طبعا سهم طلعت مصطفى يحمل تاني أكبر وزن نسبي في المؤشر، معنى كده هو سبب صعود المؤشر بطريقه قويه جدا. صعد حوالي 20%، فلما سهم زي كده يطلع 20% ده مش سهم قليل. تتوقع ان تاني يوم هيحصل تراجع نتيجه جني الارباح، سواء الناس اللي كانت محبوسه في السهم قبل كده وعايزه تخرج فلوسها، او الناس اللي دخلت واشترت وكسبت وجنت ارباح وشالت. فعلا السهم تراجع من 100 جنيه امبارح ل 93 جنيه، وبرده النهارده كان في شويه تراجع. بالاضافه الى النهارده سهم البنك التجاري في بورصه لندن تراجع حوالي 5%. فلازم نفهم كويس ان لما يكون في هايبره نتيجه اخبار تحصل في السوق، ان بعديها طبيعي جدا يحصل تراجع. حتى لو انت مش فاهم تحليل فني لازم تفهم كده كويس. انا ببيع في الصعود وبشتري في الهبوط، مش العكس. عكس ما الناس بتعمل، ان هي لما السوق بيطلع جامد بتشتري، وبعدين السوق ينزل بيها وتحبس وتقول اعمل ايه. سريعا بقى نبدا في تحديث الجلسه. النهارده الفوليوم حوالي 8 مليار ونص. هو فوليوم كبير ومش جيد لان كان في تراجع، فدي علامه مش جيده حتى الان. 51830 هو تراجع لحد 51300، وبعدين قلص يعني جزء من الخسائر في اخر الجلسه، ولف من عند الدعم اللي انا اتكلمت عليه، وفعلا اللي هو كان 51400 ظهر قوه شرائيه. المؤشر السبعيني 13500 تماسك. عندنا حوالي 80 سهم فقط صاعد و120 سهم هابط. شايفين ان السيوله النهارده دخلت في قطاع الادويه والرعايه الصحيه والمستشفيات. طبعا القطاع العقاري كان استحوذ على كل التداولات امبارح عظمه. النهارده كان جزء كبير منها مع قطاع البنوك وقطاع الانشاءات والخدمات الماليه غير المصرفيه. النهارده هنلاقي ان المصريين عرب وصناديق، المصريين صناديق وافراد هم اللي شالوا السوق صافي شراء، بينما الجنسيات التانية كلها صناديق وافراد عرب واجانب كانوا صافي بيع. امبارح اتكلمت على اسهم. اوراسكوم السمار تراجعت حوالي 1.5%. ماكرو زاد حوالي 4% قبلها تراجع وقفل على 2% تقريبا مكسب او 2.5%. اكتف فاينانشال زاد حوالي 2% النهارده. فبصوره عامه الحمد لله ايجابيه. ان شاء الله انا اتوقع ان بكره نشوف اسهم ايجابيه. سبق للادويه، الكابلات، وممكن نشوف برضو فوري يعمل حاجه ايجابيه باذن الله بكره. اتمنى بس ان انت ما تندفعش في الشراء وتنتظر حتى يعني تظهر قوه شرائيه، وان يكون سهمك في اتجاه صاعد مش بيصحح. بالتوفيق للجميع. السلام عليكم.